بتبتدي قصة الفيلم بسيدة اسمها جيسي قاعدة في جلسة في المحكمة عشان تاخد بنتها من المصحة اللي هي فيها. وبتكون جيسي مرتبكة وجوزها بيكون معاها. والموظفة بتقول لجيسي إنها قرت عن معرضها. وبتدخل بنتها كلوي وبيبصوا لبعض جامد. والأم بتقول معايا صورتك وانت صغيرة. ولما كلوي بتقعد مع أمها بتقول لها مش عايزاكي تيجي تاني ولا تتصل بيا وسيبيني في حالي. والأم بتكون حزينة من الكلام ده وبتطلب من كلوي إنها ما تمشيش. وجيسي بتكون شغالة في المعرض بتاعها وبتعمل تمثال لموديل معاها اسمها تيرا. وكلوي بتكون فنانة برضه زي أمها وبتكون قاعدة مع صديقها داني. وفي أطفال بيخبطوا على باب بيت وبعدين بيجروا ويطلع صحاب البيت يزعقوا. فداني بيقول لها فاكرة لما كنا بنلعب اللعبة ديت في منزل ماري. وبيكمل بإن الحكومة هدت الشارع كله إلا البيت بتاع ماري. ويقول لها يلا تعالي نعدي على بيت ماري. وبيروحوا بيت ماري وبيقول لها الأولاد بيخافوا يجوا ناحية بيت ماري دلوقتي بسبب موت ماري عشان مفيش حد بيأكل الشيطان اللي جوه زي ما الناس بتقول. وكلوي بتخاف جدا وداني بيقول لها ديت مجرد قصة بس. وداني بيروح ناحية بيت ماري المهجور وبيخبط على الباب. وهي بتبص جامد على البيت المهجور وبتحس ان في حد واقف في الشباك. وداني بيستخبى منها وبعدين بيخضها. وداني بيروح بيته وبيلاقي حد بيخبط على باب شقته. فبيبص في العين السحرية بيلاقي وحش مرعب على شكل ست رفيعة وطويلة جدا. وبيرجع يكلم كلوي على اللابتوب وبيقول لها انه خايف جدا. وبعدها الست المرعبة بتاخده من على الكرسي وبتخلص عليه. بس كلوي بتكون قامت من على اللاب وبتنده عليه لكن ما بيردش. فلما بتدخل المطبخ بتلاقي الحنفية بتنزل دم في الحوض وبيطلع ايدين مرعبة من الحوض وبتهرب بسرعة. وكلوي بتروح لأمها وبتقعد مع أمها وجوزها والبنت بتاكل شوربة عدس وجزر. لكن فجأة بتلاقي زي دم في الشوربة وبتصرخ من الرعب. وبتدخل الأم تنام وبتطفي الأباجورة وبتصحى على صوت واحدة بتبكي بحرقة. ولما بتمشي ورا الصوت بتلاقي واحدة غريبة وبتخلص على نفسها. وبيتضح ان كل ده انها كانت بتحلم. وبتلاقي بنتها كلوي جنبها بعد ما بتصرخ وبتقول لها كنت في كابوس بامرأة عجوزة شعرها أحمر. ولما كنت صغيرة كانت ساكنة قريبة منا. وبيكون هو البيت المهجور بتاع بيت ماري. والست العجوزة طبعا هي ماري اللي راحته كلوي وداني. وبتيجي تيرا الموديل عشان جيسي بتعمل عليها تمثال هي وابنها. لكن تيرا أول ما بتشوف كلوي بتستأذن بسرعة عشان تمشي. وأم كلوي بتكون مستغربة لأنها لسه جاية. وتيرا بتقول مش هقدر أفضل هنا كتير أنا شايفة ظلام حوالين بنتي كلوي. وبيجي محقق من الشرطة وبيتكلم مع كلوي وبيطمن جيسي إن مفيش حاجة على كلوي هو بس صديقها داني مفقود. وبيحقق وبيبحث عنه. ومن زمان الناس بتعتقد ان السيدة العجوزة اللي هي ماري كانت بتخطف العيال الصغيرة وتخلص عليهم عشان بيخبطوا عليها. وما قدرتش تستحمل الخبط فخلصت على نفسها. وكلوي بتبحث في قصص الشياطين وبتوصل ان شر الشياطين بيحضر بمساعدة البشر. وهي بتتكلم مع امها بتشوف السيدة المرعبة في المراية فبتجري بسرعة. والمحقق بيروح ناحية البيت المهجور وبيتأمل فيه. وكلوي بتصنع شيء زي السيدة الملعونة بالظبط اللي بتشوفها. والأم بتكون شايفاها من بعيد. وبتيجي المفتشة بتاعة المحكمة عشان تطمن على كلوي. وكلوي بتسلم على المفتشة والأم بتعزم المفتشة إنها تشوف المعرض بتاعها. لكن لما بتدخل بتلاقي المعرض خرابة وكل التماثيل مكسرة ومتبهدلة. والأم بتزعل جدا وبتشك في كلوي إن هي اللي عملت كده. والأم بتوصل المفتشة وبتقول لها معاكي رقمي لو في أي حاجة من ناحية كلوي. وبتدخل جيسي على كلوي وبتلاقيها بتلم حاجتها فبتقول لها ليه بتلم حاجتك. فبتقول لها كلوي عشان انتي هترجعيني تاني المدرسة الداخلية. فالأم بتطبطب عليها وبتخرج الأم من البيت لما بتشوف زي شال أحمر على تمثال من تماثيلها في الحديقة. فالنور بيطفي وبتخاف فبترجع البيت تاني وبتلاقي باب تاني مفتوح.
ولما بتدخل منه بيتقفل على ايديها، وبنتها بتدور عليها، وفي كائن مظلم بيتحرك من وراها، وبتسمع أصوات مرعبة. وفجأة بتظهر ماري المرعبة وبتصرخ في وشها، فبتجري كلوي على غرفة وبتقفل على نفسها. والأم بتحاول تكسر الباب ببلطة، والأباجورة بتقع على الأرض، وفي إيد مرعبة بتطلع من تحت السرير، وبيظهر الست الطويلة الرفيعة وبتزحف على الأرض ناحية كلوي. فجيسي بتشدها بسرعة، ولما بتدخل جيسي الغرفة ما بتلاقيش حاجة. والأم بتهدي كلوي وبتحضنها وبتطبطب عليها، وبيفكروا يسافروا. وبيكون النهار طالع، وكلوي بتسأل أمها على جواز السفر. فجأة الباب بيقفل لوحده، والدنيا بتغيم والشمس بتروح، وحاجة غير مرئية بترفع كلوي للسقف وبتخبطها في الإزاز. والأم بتشدها بأقصى قوة عشان الحاجة الخفية ديت بتشدها بره. وبيركبوا العربية بسرعة وبيكونوا خايفين جدا. وجيسي بتقابل الموديل تيرا وبتسألها على اللي بيحصل لهم واللي هم بيتعاملوا معاه ايه. فبتقول لهم الناس زمان اتهموا ماري جريمة بشعة وهي خطف الأطفال، وده خلاها خلصت على نفسها. ودلوقتي كلوي بتنشر نفس الكذبة تاني، فماري عايزة تنتقم منها. والبيبي لما عيط كلوي بتقرب ناحيته وبتلعبه، لكن تيرا بتزعق لها وتقول لها ما تقربيش من طفل تاني، فبتبتعد كلوي. فجيسي بتسألها طب نعمل ايه عشان انقذ بنتي؟ فقالت لها لازم تبرئي ماري واكتشفي مين اللي خطف الولد. والام بتدور على كلوي، لكن كلوي بتجري والام بتكلم المحقق وبتقول له لازم نعرف مين اللي خطف الولد زمان. وبتلاقي قطعة تمثال في العربية، فبتروح على المعرض بتاعها يمكن توصل لحاجة. ولما بتوصل المعرض بتلاقي ولد اسمه مايكل مفقود وغيره، وبتلاقي فلاشة وبتحطها في اللابتوب، وبتشوف فيديو واحد بيحقق مع ماري، وبيكون هو نفس المحقق اللي جه بيحقق مع كولاي. وهي بتبكي وبيقول لها فين الولد وبيزعق لها. والأم بعدها بتكون في المحكمة، والمفتشة بتقول لها انت ممكن ناخد منك كلوي تاني. وجيسي بتاخد كلوي وبتجري وبتهرب من المحكمة، وبتكلم تيرا وبتطلب منها تساعدهم. وكلوي بتتكلم مع أمها وبتكون واقفة فوق بلاعة. فجأة بتتفتح البلاعة وبتسقط فيها كلوي، والأم بتصرخ وبتنده عليها لكن ما بتردش. فبتروح جيسي على البيت المهجور وبتدخل بصعوبة البيت، ورجلها بتكون اتجرحت من مسمار على الأرض وبتكون متألمة جدا. وبتنده على كلوي لكن بتلاقي رجال الشرطة بياخدوها، وبتروح على الباب وبتخبط عليها. والمحقق بيقول لها انت افسدتي حياة بنتك. فبترد عليه ان الاطفال هم اللي طردوا ماري وانت اللي ظلمتها عشان هي فداء سهل. وبيخرج المحقق فرجليها بتوجعها وبتلمس الدم بصباعها وبتكتب حاجة على الحيطة وبتقول يلا. فالنور بيرعش وبينزل الست المرعبة من السقف ومن وراها، وفجأة بتروح جيسي لعالم تاني خالص زي ما يكون غابة. وبيدخل المحقق وما بيلاقيهاش، وبتدور على كلوي وبتظهر كلوي محبوسة، وبتسمع صوت أمها وأمها بتقدر توصل لها وأمها بتنقذها. والمحقق بيروح عند البيت المهجور وبيلاقي فيه ضوء وبيسمع صوت حد بيقوله ساعدونا، وطبعا بيكونوا جيسي وكلوي. وبيدخل المحقق وجيسي وكلوي بيجروا بسرعة بره، والسيدة المتوحشة بتحاول تمسكهم لكن ما بتلحقهمش، لكن بتمسك المحقق وهو بيصرخ، لكن السيدة المتوحشة بتشده لجوه البيت المهجور. والباب بيقفل وزوج جيسي بيروح البيت وبيلاقي الدنيا مقلوبة، وبينده على جيسي وما بيلاقيهاش. وبيكون في حد في البيت، حد غريب، فبيقول له انت مين؟ بتعملي ايه هنا؟ انا هتصل بالشرطة. وبتوصل جيسي وكلوي البيت، وبعدها بتظهر الموديل تيرا وهدومها مليانة دم، وبتكون خلصت على زوج جيسي وبيكون في شنطة العربية، وبتغير هدومها اللي عليها دم. والأم بتقول لبنتها احنا دلوقتي في أمان، وبنتها بتقول لها بس المحقق اتظلم. فالأم بتقول لها لا، هو اللي ظلم ماري وخلاها قتلت نفسها. فكلوي بتقول لها لا، هو مظلوم، والشيطانة هي اللي أخدت صديقي، أنا شفته في المكان اللي كنت فيه. وبتكمل إن ماري كانت جارية للشيطان وبتنفذ أوامره. وبتكتشف الأم إن تيرا تبع الشيطان وكانت بتضللها. وكلوي بتقول هي خلصت على نفسها عشان تخلص من الشيطان، وللأسف بيهجم عليهم الشيطان مرة تانية. وبكده يكون الملخص خلص.
لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.